السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحة واحسن حال. قبل ما ندخل على الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بقى فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض الكشك كده من الالف للياء، من الالف للياء زي ما بيقولوا الكشك المنياوي. طبعا بقى لو في انا عارفه ان في ناس كتير ما بتعملش الكشك، بس انا بقى حبيت اشارككم الفيديو كده. ولو في بقى محافظات تانية بتعمل الكشك وبتعمل بنفس الطريقه، فبتمنى انكم تكتبوا لنا في الكومنتات. طبعا اول حاجه احنا هنا بنجيب الجمح، بننجيه كويس خالص وبنسربه تماما من الطينه ومن اي حاجه وحشه فيه. بعد كده بنغسله كويس خالص لحد ما ينضف تماما. وبعد كده احنا بقى زي ما انتم شايفين كده بنسلقه، اللهم صل على النبي، على الكانون. طبعا بقى لازم تسلقيه كده على الكانون. طبعا بتبقى ايه دي البليله. هنا بقى عملنا القانون عشان خاطر القانون هياخد الكميه زي ما انت شايفه كده، الكميه اللي معانا كلها دي. طبعا بقى يعني إيه اللي بيعمل كيلة او كيلتين على حسب، على حسب بقى ما اللي بيبقى يعني عايز يعمل. وطبعا بقى كده بعد ما بنسلقه بنصفيه كويس من الميه تماما وبننشره كده زي ما انتم شايفين كده في الشمس على شكاير يومين. بيقعد معاك يومين كاملين في الشمس لحد ما تنشف البليله عندك تماما. طبعا هنا بقى بعد ما بتقعد يومين كده بندشها في المدش زي ما انتم شايفين. وطبعا الحركه بتاعه الطبق دي انت كده بتنفض اللهم صل على النبي البليله عندك كويس تمام. الحركه دي مهمه يا جماعه، اساسيه. هنا بقى بنعجن بقى المحمومه. المحمومه هنا بقى بنعجنها. طبعا اللبن اللي بنعجن بيه ده لبن رايب او لبن زير، بيبقى معمول كده، بيبقى من ملح خشن، بيبقى كده عامل زي اللبن الرايب، بس هو يعني بيبقى تخين شويه عن اللبن الرايب. طبعا بقى اول حاجه كده لازم نعملها المحمومه دي، تعجنيها قبليها بليله. طبعا المحمومه دي بتقعد عندك ليله كامله. طبعا هنا بقى بعد ما باتت عندنا ليله كامله، اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين كده بقت مفلفله وحلوه خالص ازاي. اهم حاجه بقى تمشي يعني على الخطوات كويس عشان خاطر تنجح معاكي. ما تزوديش يعني اللبن في عجن المحمومه، لان انت مش بتعجني الكشك. طبعا دي اول حاجه المحمومه. هنا بقى اللهم صل على النبي بعد ما باتت ليله كامله زي ما انتم شايفين حلوه، زي ما انتم شايفين كده مفلفله وحلوه كده خالص ازاي. طبعا هنا بقى امي برضو ربنا اداها الصحه كده بتفلفلها كده. طبعا الحركه دي برضو اساسيه عشان خاطر يعني المحمومه بتبقى عندك فلو حلوه خالص. طبعا المحمومه دي برضو بناخد منها كده بنكيس منها في اكياس وبنحطها في الفريزر، وبعد كده بقى بنطلع منها كده وبنجلي، بتبقى طعمها حلو خالص زي العسل. هنا بقى احنا بقى بنعمل ايه؟ بنعجن الكشك برضو، دي يعني مرحله برضو قبل عجن الكشك. طبعا بقى بتعجن كده المحموم على ايديك كويس خالص، ولو احتاجت لبن طبعا بتزودي لها لبن زي ما انت شايفه كده عشان تسهل معاكي العجن. بس كده يعني بتزودي لها كده حبه بسيطه، وبتقعدي بقى بتعجنيها كده على ايديك كويس خالص. الحركه دي برضو عندك اساسيه عشان الكشك يكون عندك ناجح وحلو. بعد كده بقى بنكورها، اللهم صل على النبي، زي ما انتم شايفين كده كور اهو. هنا بقى بتقعد تتلم يعني العجينه كده بتتلم لوحديها اهو. هنا بقى بنكورها كده كور زي ما انت شايفه، اللهم صل على النبي. طبعا هنا بقى كده بعد ما كورنا الكميه كلها، هنا بقى اللهم صل على النبي، طبعا اللبن بنحط عليه كمون. وفي ناس بتحط شطه حمراء، بس احنا مش بنحط شطه حمراء. الكمون والشطه الحمراء بيعملوا ايه يعني، ايه لازمتهم في الكشك؟ اللهم صل على النبي، بيحفظ عندك الكشك من السنه للسنه تمام، لانك انت بتعمل بقى بعد ما عجننا الكشك الكميه كلها كده زي ما انت شايفه. اللهم صل على النبي، فكينا الكور دي. بتمنى بقى بعد ما كورنا بنشوف الفيديو ما ينساش يشترك في القناه ويدوس لايك ويصلي على النبي في عجن الكشك. احنا كده بنعجن في القناه ماشي، ودوسوا لايكات كتير يا جماعه. طبعا هنا بقى اللهم صل على النبي كده بقى بنقطع الكشك. بعد ما عجننا الكشك كده بنقطع برضو، بنقطع على شكاير وبتسيبيه بقى عندك. بيقعد كام يوم؟ بيقعد اسبوع كامل. بتنشريه مثلا في الميعاد، بتلميه في نفس الميعاد اللي انت نشرتيه فيه، بياخد اسبوع كامل. بعد كده بقى زي ما انت شايفه كده الكميه كلها هنا اهو، زي ما انت شايفه كده بعد ما نشرناها. طبعا بقى الكشك ده بقى من ايام جدودنا يعني، احنا متعودين نعمله. وبتمنى برضو زي ما قلت لكم لو في محافظات تانية بتعمل الكشك، بتمنى انكم تكتبوا لنا في الكومنتات وبتعملوه بنفس الطريقه ولا لا. طبعا هنا بقى بعد ما الكشك نشف، اللهم صل على النبي، هنا بقى لمينا الكشك زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله. حبيت برضه اكسر معاكم واحده تمام زي ما انتم شايفين كده دايب دوب. طبعا في ناس بقى بتقول الكشك ده عامل زي الطوب ومش حلو، لا هو بيبقى حلو خالص. بنعمل ايه منه برضه؟ بنطبخه بصلصه، بنطبخه كشك ابيض، اللهم صل على النبي، بشوربه، وبنجليه كمان وبس.
وبس طبعا بقى بيدخل في اكلات كتيره. بصي بقى بتعملي منه اكلات كتيره. وطبعا باذن الله في الفيديوهات الجايه هعمل معاكم برضو طريقه طبخ الكشك. الكشك اللي هو بصلصه والكشك الابيض. وبس كده الفيديو يكون. وطبعا بقى يا جماعه المقطع هنا بقى بيعيد نفسه. فطبعا بقى انا مصور الفيديو ده على كذا يوم. فيديو الكشك. فبتمنى انكم ما تبخلوش عليا بقى باللايك والاشتراك وتصلوا على النبي في الكومنتات. اهم حاجه اللايك يا جماعه والاشتراك.